أحلام تبشرك بتحقيق أمنياتك. رموز مهمة جدا بتبشرك بتحقيق أمنياتك، وإنها الأحلام التي تبشرك بتحقيق أمنياتك وهو رؤية الكعبة. إذا رأيت نفسك بتبص على الكعبة أو أمام باب الكعبة فده بشرى لك بفتح أبواب الخير والرزق، وإنك سوف تنول ما تتمنى من أمنيات طيبة وتتمناه وإنت مقبل عليه. والرمز الثاني الطفلة المجهولة أو الطفل المجهول. والطفل المجهولة دي ما يتعداش سنها عن 8 أو 9 سنين، وبرضو الطفل المجهول ما يتعداش سنه عن 7 8 سنين أو 9 سنين. فده بشرة خير لك بتحقيق أمنياتك. إذا كان الطفل بيضحك لك وبيلعبك ومستبشر خير ومبسوط بيك وفرحان وسعيد بيك، فده بشرة ليك بتحقيق أمنياتك. رمز هو رمز الفوز والنجاح. شفت نفسك فزت في مسابقة معينة، تم نجاحك في امتحان، النجاح رمز النجاح، فده معناه بشرة خير لك بتحقيق أمنياتك أو الشيء اللي انت بتسعى إليه ونفسك انك تحققه. ابشر انه سوف يتحقق. رابع رمز وهو التمر وأكل التمر. إذا أكلت تمر وكنت مبسوط وفرحان بيه فده معناه بشرى ليك بتحقيق أمنياتك واللي انت نفسك ان هو يتحقق وكنت صابر عليه وقت طويل، فبشرى ليك بتحقيقه. خامس رمز وهو رمز المطر والمشي تحت المطر وانت فرحان وسعيد، وخاصة لو الدنيا كانت مغيمة كده وشفتها خلاص نزلت المطر عليك وانت فرحان ومبسوط بالمطر ده، فده معناه بشرى لك بتحقيق أمنياتك. الرمز رقم 6 وهو شراء الحذاء الجديد. الحذاء الجديد بمعنى ايه؟ يعني لو كان شوز، شبشب، صندل، المهم يكون جديد وشكله حلو وعجبك ولامع وانت مبسوط فيه وفرحان، فده معناه تحقيق أمنية أو أمنياتك سوف تتحقق على أكمل وجه، فأبشر. والله أعلى وأعلم. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك واللايك والشير عشان يصلكم كل جديد.